خليني اقولك حاجة غريبة. ممكن تكون بتكره عادة من اسوأ العادات اللي عندك، وفي نفس الوقت تكون محتاجها. ايوه محتاجها، مش محتاج السهر، مش محتاج السكرول، مش محتاج التأجيل، مش محتاج انك تفتح الموبايل كل 5 دقايق، لكن انت محتاج الاحساس اللي العادة دي بتديهولك. ودي نقطة لو فهمتها هتبص لعاداتك السيئة بطريقة مختلفة تماما، لانك طول الوقت ممكن تكون داخل حرب مع العادة نفسها. لازم ابطل، من بكرة مش هعملها المرة دي وخلاص. وبعد كام يوم ترجع فتقول انا ما عنديش اراده. بس استنى، يمكن المشكله اصلا مش في ارادتك، يمكن انت بتحاول تشيل اخر حلقه في سلسله من غير ما تعرف السلسله بدات ازاي. اي عاده سيئه تقريبا ليها لحظه قبل ما تحصل، لحظه صغيره جدا غالبا مش بتاخد بالك منها. انت مش بتفتح الموبايل فجاه، ممكن تكون زهقان او متوتر او خلصت حاجه صعبه او مش عايز تبدا حاجه اصعب، وبعدين عقلك يقولك خد دقيقه بس. الدقيقه تتحول ل10 ول10 لنص ساعه، وبعدها تقول خلاص اليوم ضاع هكمل بكره. وهنا المشكله انت مش بتتعامل مع عاده واحده، انت بتتعامل مع موقف ثم احساس ثم قرار صغير ثم سلوك ثم راحه مؤقته. والراحه المؤقته دي هي اللي بتعلم مخك ان لما احس بالاحساس ده اعمل السلوك ده. فبدل ما تسال ازاي امنع نفسي من السكرول، اسال انا بعمل سكرول امتى وليه. لان لو عرفت اللحظه اللي قبل العاده انت بدات تمسك الخيط. ودي يمكن اغرب نقطه. لو عاده سيئه بتريحك من التوتر، متوقع انك لما تمنعها فجاه التوتر يختفي؟ طبعا لا، انت شلت الطريقه الوحيده اللي عقلك متعود يستخدمها عشان يتعامل مع الاحساس ده. وعشان كده محتاج تسال العاده دي بتعمل لي ايه، مش ليه انا شخص سيء وبعملها، لا بتعمل ايه. هل بتديك هروب، راحه، متعه، احساس بالانجاز، تاجيل لشيء انت خايف تبداه؟ مثلا لو كل مره تفتح يوتيوب قبل ما تبدا مذاكره، ممكن المشكله مش انك بتحب يوتيوب بالشكل اللي انت فاكره، ممكن انت بتحاول تهرب من اول 5 دقايق من المذاكره. ولو فهمت ده، الحل مش انك تكره يوتيوب، الحل انك تخلي بدايه المذاكره نفسها اقل مقاومه. لانك لو حاربت العرض وسبت السبب، العاده هتدور على باب تاني. وهنا ندخل في الجزء العملي. لو انت بتعتمد كل يوم على انك تقاوم، انت بتختار اصعب طريقه ممكنه، لانك بتخلي العاده السيئه قدامك طول الوقت. وبعدين تقول انا هقاوم. طب ليه؟ غير شكل اللعبه. لو الموبايل هو المشكله، ما تخليش الموبايل جنبك وانت بتحاول تركز. لو تطبيق معين بيسحبك، خليه اصعب في الوصول. لو بتاكل حاجه معينه لمجرد انها قدامك، ما تخليهاش قدامك. وفي المقابل خلي الحاجه الصح اقرب. الكتاب مفتوح، هدوم التمارين موجوده، مكان الشغل مرتب، المهمه مكتوبه قدامك. لانك مش محتاج تبقى اقوى من نفسك طول اليوم، انت محتاج تصمم يومك بحيث ان القرار السهل يبقى اسهل. وده فرق كبير. دلوقتي اهم نقطه، انت ممكن تعمل كل ده وبرضه تقع. وهنا ناس كتير بتعمل غلطه اخطر من العاده نفسها. يعمل السلوك مره فيقول خلاص انا رجعت زي الاول، وبمجرد ما يقول كده بيكمل. لكن لانه حول غلطه صغيره الى هويه ليوم كامل. فبدل انا بوظت، قول ايه اللي حصل قبلها. كنت متوتر، كنت زهقان، كنت مرهق، كنت في مكان معين، كان فيه شخص معين، كان الوقت متاخر. ايه الحلقه اللي كسرتني؟ لان كل مره تقع فيها ممكن تعتبرها دليل فشل او تعتبرها بيانات. ودي نقطه مهمه جدا. لو عرفت ليه وقعت، المره الجايه مش هتبدا من نفس المكان. فلو عندك عاده سيئه بتحاول تتخلص منها، ما تبداش بالحرب، ابدا بالمراقبه. راقب امتى بتحصل، ايه الاحساس اللي قبلها، ايه اللي بتاخده منها. وبعدين بدل ما تعتمد على قوه ارادتك كل مره، غير البيئه. خلي الوصول للعاده اصعب والوصول للبديل الصح اسهل. ولو وقعت ما تعملش من الوقعه قصه كامله، حللها. لان الهدف مش انك تبقى شخص عمره ما بيغلط، الهدف انك تفهم نفسك لدرجه ان الغلط ما يعرفش يفضل ساكن عندك. واحيانا اقوى خطوه في التخلص من عاده سيئه مش انك تقول مش هعملها تاني، لكن انك تعرف لاول مره انا بعملها ليه اصلا. وهنا فعلا بتبدا تغير اللعبه، والرحله لسه في اولها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.